في نص مصر الجديدة في قصر واقف كأنه بيترقب أي حد يقرب. قصر غامض، جدرانه شايلة أسرار مرعبة محدش عارفها لحد النهاردة. الناس بتقول اللي بيدخله بيسمع همسات، بيشوف ظلال، وكأن القصر عايش وبيتغذى على خوفك. قصر البارون مش مجرد مبنى قديم، ده لعنة مفتوحة، واللي يتحدى ويدخل جواه يمكن ما يطلعش زي ما دخل. المكان ده قصر البارون في قلب القاهرة، وتحديداً في مصر الجديدة. واقف قصر غامض من أكتر من 100 سنة. من بره تحسه تحفة معمارية، لكن أول ما تفضل تبص عليه شوية هتحس بحاجة مش طبيعية. شبابيك ضلمة، أصوات غريبة بتتردد، وحكايات مرعبة لناس دخلوا القصر وما خرجوش زي ما دخلوا. بيقولوا إن القصر ده فيه سراديب تحت الأرض، سراديب طويلة مظلمة بتوصل لحد الكاتدرائية اللي قريبة منه. تخيل تمشي في سراديب مظلمة مش شايف نهايتها، وفجأة تلاقي خطوات وراك وانت عارف انك داخل لوحدك. والأغرب من كل ده، كل اللي حاولوا يقضوا ليلة كاملة جواه كانوا بيتكلموا عن حاجات مستحيل العقل يصدقها. ناس سمعت صرخات طالعة من تحت الأرض، وناس تانية شافت ست لابسة أبيض واقفة في البلكونة تختفي أول ما تحاول تقرب. لكن السؤال، إيه سر القصر ده؟ وليه بيتقال إنه البوابة المفتوحة لعالم تاني؟ خليني أخدكم في جولة مظلمة ونغوص مع بعض في أسرار قصر البارون، القصر اللي الرعب لسه عايش جواه لحد النهاردة. في سنة 1907 جه لمصر رجل بلجيكي اسمه إدوارد إمبان، أو زي ما المصريين سموه البارون. الراجل ده كان ملياردير، وعمل ثروته من السكك الحديدية في أوروبا والهند. ولما زار مصر حبها بجنون، حبها لدرجة إنه قرر يعيش فيها ويبني قصر يكون أيقونة محدش ينساها. اختار منطقة كانت لسه صحراء وقال هنا هبني بيتي. القصر اتبنى على طراز هندي غريب، مليان تماثيل تنانين، تماثيل آلهة هندوسية، وجدران عليها نقوش مش مفهومة. أغرب حاجة فيه البرج اللي كان بيلف مع الشمس، آلية معمارية نادرة جدا تخلي البرج يلف طول النهار بحيث يفضل منور. بس مع الزمن الآلية دي وقفت، كأن القصر نفسه قرر يدخل في سكون غريب. لكن الحكاية المظلمة جدا بدأت جوه القصر نفسه. البارون عاش فيه مع مراته وبنته. الناس بتحكي إن علاقته بعيلته ما كانتش طبيعية.